ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده، الفيديو ده ممكن يكون طويل حبتين تلاتة، ولكن ده اكتر فيديو مهم انت هتسمعيه وهتستفيدي منه. لو انت عايزه تجيبي نوع مسكرة ومش عارفه تجيبي مسكرة ايه حلوه تطول رموشي وما تاثرش على رموشي، فالفيديو ده هيحل لك المشكله دي، ومش عايزه اطول عليكي ويلا بينا مع بعض. طيب، اول نوع هتكلم عنه هو روزبيري. دي دي بتاعت روزبيري. عايزه اقول لكم يا جماعه، المسكرة دي بعد ما جبتها، يعني انا جبتها في الاول استكشفتها من الاول خالص. حاليا بقى المسكرة دي طالعة ترند جدا. هي طلع ليها اسم تاني انا ما كنتش عارفاه. اسمها الاسم المكتوب تحت ده كشخة او كشخة حاجة كده اهو. الاسم ده اهو، عايزة اوريهولكوا الاسم اللي من تحت ده. الاسم ده انا عمري ما خدت بالي اصلا من ان هو مكتوب عليه، بس طلع دلوقتي ان هي اسمها روزبيري الموف، مكتوب اللي هي بتاعت الكشخة او الكشخة اهو. ده اسمها عشان ايه؟ يعني عذرا للنطق بتاعه. المسكرة دي احسن مسكرة هتستخدميها من روزبيري. ليه بقى يا ست الكل؟ هنستحمل ان الصوت هيبقى سيكا، بس انا محتاجة اشرح لك ادق من كده شوية. طب، اهي فرشتها حلوة وبتطول وبتكثف الرموش، بتديكي فوليوم حلو أوي في الرموش، وبتديكي تطويل حلو برضو. بتديكي تطويل حلو، بتديكي تطويل ملحوظ جدا في الرموش. ولكن في حاجة فيها مش حلوة ما عجبتنيش قوي، ان هي محتاجة تتغسل نفس اليوم. ان كل ما بتبات في رموشك وبتقعد، خلينا واقعيين ان في ناس مش قادرة اجي انضف رموشي، ففي ناس عادي انا نازلة مثلا تاني يوم الصبح فانا هبات بالماسكر عادي. فلو بت بيها، هي كل ما بتقعد في رموشك كل ما بتمسك في رموشك اكتر، وان انت تشيليها من رموشك بتتشال معاكي عادي بسهولة، بس بتاخد معاها الرموش. فلو هتستخدميها جميلة حلوة هتطول. هنيجي بالليل ننضفها، مش هنسيبها تقعد في رموشك علشان بجد هتبقى لك رموشك بشكل مش حلو خالص. يعني انا الفترة اللي استخدمتها فيها الصبح جميلة وانا نازلة بيها تحفة الصبح، لكن وانتي بالليل لو ما شلتهاش قولي شكرا جدا انا مش عايزة يبقى عندي. اللي بعدها حبيبتي الغالية اللي ما اقدرش استغنى عنها، اللي بستخدمها حوالي بقالي 7 سنين ولا حاجة، وكل ما ارجع اجيبها تاني. حبيبتي الغالية الملكة بتاعت ايفر بيوتي دي يا جماعة، دي من أحسن بجد أنواع المسكرة اللي أنا مش جربتها الفترة دي. أنا جربتها من حوالي 7 8 سنين وكانت استكشاف بالنسبة لي. بجد بجد بجد. عايزة أقول لكم هي برضه لسه طالعة ترند دلوقتي، بس أنا ما كنتش عايز حد يعرفها. ليه يا جماعة بتعرفوني المسكرة المهم هي مكتوب عليها يونج اميزك. عايزه اقول لكم احنا لو قلبنا تحت في القناه هتلاقي ان في كذا مره انا اتكلمت عنها، وبجد الفيديوهات من سنين، فباين جدا ان هي بجد حبيبتي من سنين. هي مكتوب عليها لونج اميزك، وهي فعلا هو بس مكتوب من تحت لونج اميزك، وهي فعلا بتبقى لونج فيري بقى اميزك. ليه بقى تستحق اني اتكلم عنها كده؟ لان المسكره دي هتديكي كل حاجه من غير ما تاخد منك ولا حاجه. هتديك يا ست الكل تطويل وتكثيف وفوليوم في الرموش وشكل حلو في الرموش، ومش هتقع عليك رموشك. لك ان تتخيلي هذا، ان المسكرة واحدة بس هتديه بجد يعني كل حاجة. الدنيا كلها خد وهات الا المسكرة دي خد. يعني هي هتديكي ومش هتاخد منك خالص، مش هتاخد منك لا توقيع رموش. لو شلتيها بعد اسبوع مش هتقع على رموشك، لو قعدتي بيها شهر مش هتقع عليك رموشك. فبجد بجد بجد، ومن موقعي هذا ارشح لك دي وبكل شده وبكل صراحه. وبص، هتدعي لي كده هتستخدمي دي وبجد هتاخدي افكت تحفه. عايز اقول لكم مفيش مره كنت حاطه منها ومحدش قال لي ممكن يعني نعرف ايه سر هذا الرموش. انا مش حاطه منها دلوقتي، بس انا بقول لكم عشان المصداقيه والطمانينه وزياده الاحتياطيات. دي شكل الفرشه بتاعتها، خطيره حلوه جميله، تديكي بجد 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 تاني كل حاجة من غير تاخد منك كل حاجة. لو لقيتي الماسكارا دي في أي حتة سيبي بقى روز بيري وسيبي مية سينما وسيبي الدنيا كلها وهاتي ايفر بيوتي. بس هي وحشتها ان انت ما بتلاقيهاش كتير وبتلاقي في أماكن معينة. بس لو لقيتي دي سيبي كل حاجة وعمرك ما هتندمي انك جبتي الماسكارا دي. تالت نوع وده برضو
انا لسه مستكشفاها بقالي حوالي 3 شهور بجربها او 4 شهور. هي برضو من نفس البراند اللي قبلها وهي ايفر بيوتي. الماسكارا دي 3 دي بتاعت ايفر بيوتي. لحظة واحدة، اهي 3 دي بتاعت ايفر بيوتي. ادي اسمها ايفر بيوتي اهو، والاسم بتاع الماسكارا دي نفسها. لحظة واحدة، اهي 3 دي بتاعت ايفر بيوتي. دي برضو تاني واحدة من ايفر بيوتي بعد ايفر بيوتي الجولد. تحفة 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 بجد بمعنى التحافة. تحفة تحفة. انتي حاطة مسكرة كده، هي 3 دي بجد، انتي مش حاسة ان رموشك اصلا اي اي. رموشك مش رموش حد طبيعي، رموشك رموش اي اي، متغذية كويس، متغذية اي اي. ليه يا ست الكل بقولك ان انتي هتبقي رموشك زي الاي اي؟ لان هي ووتر بروف. كل اللي انا اتكلمت عنهم عشان ممكن ابقى نسيت قلت ان هم كلهم ووتر بروف. مفيش منهم حاجه ماسكه، يعني مفيش منهم حاجه فحم قصدي. مفيش حاجه منهم لو عيطتي هتسيح معاكي، لا حطي الماسكارا وعيطي براحتك. اتخانقي خناقات الدنيا والاخره واضربي الناس كلها وعيطي براحتك، ولا يهمك. استحمل ان الصوت بعد شويه. بصوا دي مسكرتها من جوه، استنوا عشان هي مليانه من جوه. دي مسكرتها اقل شويه، يعني اصغر من ايفر بيوتي التانية، بس برضو بتديكي كثافة وطول مش طبيعية. انا هنا حاطة منها طبقة واحدة، وبقالي كذا يوم، بقالي حوالي يومين او 3 ايام بيها. إيه، بس كنت حاطة طبقة واحدة، مش حطيت. فما بالك طبقة واحدة كده وبقالي 3 ايام او يومين، وما بالك لو انت حطيتي بقى يعني كذا طبقة على بعض. فبرضه ترشيحي في هذا الفيديو النوع الثالث هو بتاع ايفر بيوتي. نفس النوع اللي هي ال 3 دي. كده عندنا الايفر بيوتي لونج اميزنج، وعندنا الايفر بيوتي 3 دي. الاتنين تحفة. 3 دي برضو حلوة، بس يمكن بتاخد كام رمش كده معاها وهي نازلة، ولكن مش بتاخد كم رموش مهول زي اي ماسكارا تانية. فالتلاتة اللي اتكلمنا عنهم النهاردة روزبيري، ايفر بيوتي اخر اتنين بالنسبة لي بجد، اكتر اتنين يعني. ايفر بيوتي دي انا بستخدمها من زمان. دي بقى ال 3 دي بعد ما جربتها دلوقتي برضو هدخلها معايا في الماي فيفورت ماسكرا بتاعتي. فقدام مرة واتنين وتلاتة هرجع اجيبها تاني لان هي تستحق. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي باي.